لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللقب والفوز بمنافسة كأس العرش نوفل الزراوني. فرصة لفائدة فريق الرجاء تدخل حكم المساعد رافع الراية في الوقت اللي الكرة تعانق الشباك. اكيد نكون متابعه ديال اللقطه الاخيره وديال الفرصه الاخيره ديال فريق الرجاء مستوى المدرجات. اذا كان هناك وضعيه تسلل على نوفل الزراوني وهدف ملغى. فرصه في فريق الفتح الرباطي داخل منطقه الجزاء. فرصه محاوله تدخل وابعاد الكره في الوقت اللي الحكم المساعد رفع الرايه، وبالتالي كان هناك خطا. تمريره ممتازه دي فرصه لفريق فريق الفتح الرباطي لايوب مولوع يسدد، ولكن الكره مشات بعيد. شاف بان تمريره ليوسف العمري هناك خطا على مستوى التمرير، والحكم كيمنع خطا. حكم كان خطا لفائده فريق الفتح الرباطي على مشارف مستطيل العمليات. كان تدخل امام اللاعب امين صوان. مرسي يسدد منصف عمري، الكره مشات فوق المرمى. الكره مشات فوق المرمى وضربت مرمى لفائده فريق الرجاء. امامنا منصف عمري هو اللي سدد الكره الاخيره، كيلعب بالرجل اليسرى. محاوله بواسطه ايوب مولوع تمريره ولكن سهله عند الحارس انس ديتي. ايوب داخل منطقه الجزاء. فرصه لفائده فريق الفتح الرباطي. الراوي رفع الكره في القائم الثاني. انطلاقه ديال يسري بوزوق. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. تمريره تدخل وابعاد الكره من طرف العميد معاذ محسن. كانت محاوله لفائده فريق الرجاء، تمريره ممتازه ليسري بوزوق الكره، ولكن لاحظوا الكثافه العدديه للاعبين فريق الفتح الرباطي. تعود لادم نفاتي. فرصه تسديده قويه وتدخل الحارس اشرف هلالي. ادم نفاتي يسدد كره قويه وتدخل الحارس اشرف هلالي. نتابعوا من زاويه لفائده فريق الفتح الرباطي. ابي صوان يرفع الكره، تمريره في القائم الثاني ولكن الكره بعيده، كانت بعيده على ايوب مولوع. صابر بوغرين كيرجع الكره للحارس انس ديتي. وخطيره الكره. عبد الصمد ماهر حاول يسدد مباشره للمرمى في الوقت اللي كانت التغطيه. تدخل عبد الصمد ماهر، استرجع الكره لاعبين الفريق الرجاء. هذه فرصه تسديده ممتازه، دائما الخطوره متواصله. تدخل الحارس اشرف هلالي في الوقت اللي كانت تسديده ديال. هذه فرصه ومحاوله اخرى نوفل الزراوني. الحكم كيقول ضربه جزاء. الحكم يعلن عن ضربه جزاء لفائده فريق الرجاء. كانت فرصه ومحاوله بواسطه اللاعب نوفل الزراوني. تدخل الحكم يعلن عن خطا في منطقه الجزاء. تدخل عبد الله خفيفي. هذه فرصه منصف العمري وتدخل الحارس انس ازليتي. كانت فرصه ومحاوله لفائده تاخذ بها الكره، محاوله الدخول داخل منطقه الجزاء. تدخل الحارس انس ازليتي. كانت فرصه ومحاوله لفائده فريق الفتح الرباطي بواسطه حمزه النوري. انطلاقه دخول حاضره. استرجاع الكره يسري بوزوق. هذه فرصه تسديده ولكن بعيده. الحكم كيقول ضربه مرمى. بفريق الرجاء يسري بوزوق رفع الكره داخل منطقه الجزاء. خروج الحارس اشرف هلالي. الحكم كيمنع خطا في الوقت اللي هناك سقوط اللاعب والمدافع عبد الله خفيفي. خطا لفائده الحارس اشرف هلالي. صابر بوغرين تمريره ممتازه عند يسري بوزوق. دخول داخل منطقه الجزاء. خروج الحارس. الحكم كيعلن على خطا لفائده فريق الرجاء على مشارف مستطيل العمليات. تدخل امام يسري بوزوق وسيكون هناك انذار للعميد معاذ محسن. نوفل الزراوني وتدخل وابعاد الكره. فرصه ومحاوله خطيره لفائده فريق الرجاء. نوفل الزراوني بوزوق. انطلاقه يوسف العمري. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. فرصه الهدف الاول لفائده فريق الرجاء. عمل كبير ديال يوسف بن عمري والكره في الشباك. اذا هدف اول لفائده فريق الرجاء. فرحه كبيره الجماهير الرجاويه بهذا الهدف وهذا التقدم الان. كذلك الفرحه ديال الطاقم التقني والمدرب عبد الكريم الجيلاني. نتابع من جديد هذه الفرصه وهذه المحاوله. لعبت الكره بشكل ممتاز في الجزائريه. لعبت الكره داخل منطقه الجزاء. خروج الحارس انس ديتي بكل هدوء كياخذ الكره.
الجديدة وبالضبط من ملعب العبدية أين يستقبل الدفاع الحسني الجديد ضيفه الجيش الملكي برسم منافسات البطولة الاحترافية إنوي القسم الأول. مقابلة مؤجلة من الجولة الثالثة بسبب تزامنها مع مقابلة الجيش الملكي في دوري. محاولة المراوغة دائما للجيش الملكي. جويل بيا، كانت العرضية من أحمد حمودان بحثا عن الكونغولي جويل بيا، كانت المباشرة زحزوح، التنفيذ من أمين، كرة في منطقة الجزاء، التسديد، جول 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 مع بداية اللقاء في الدقائق الأولى، بالضبط في الدقيقة الثامنة ينجح الجيش الملكي في الوصول لمرمى الحارس أحمد مروان بيساك. طبعا هي البداية التي كان يتمناها البولندي تشيسلاف ميتشنيفيتش، وكان يتوجه لشاشة الفار يريد متابعة اللقطة، يريد التأكد. كان هناك اعتراض من عدد من عناصر الدفاع الحسني الجديد. سليمان العاطفي يتوجه من أجل الإعلان عن القرار النهائي. إذن الحكم يعلن عن خطأ، الهدف يلغى لتبقى النتيجة على حالها. فرص والمحاولات مع بداية اللقاء. العرضية، محاولة إبعاد الخطر، محاولة إبعاد الكرة لتصل بعد مروان مراقب. العرضية من مروان، المتابعة كانت من عمر الهنودي. عمر الذي يعتبر مصدر للخطر على مرمى الحارس. عرجون، التنفيذ، ضربة رأسية، ركنية أخرى، ركنية للدفاع الحسني الجديد. عمر عرجون، العودة لعمر الجراري، يتدخل من الدفاع، عادت الكرة من جديد للجيش الملكي الجديد. فرصة أخرى، فرصة جديدة، المرور، التصويب، جول 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 في الدقيقة 30 ينجح الدفاع الحسني الجديد في التسجيل. تسديدة بالقدم اليسرى، تسديدة بطريقة رائعة بدقة عالية تسكن الشباك، تمنح التقدم للبرتغالي أمام البولندي. المدرسة البرتغالية تتقدم بهدف مقابل شيء أمام البولندي تشيسلاف ميتشنيفيتش. عمر الجراري، العرضية من عمر، التدخل من أيوب الخياطي، يتدخل أيوب في الوقت المناسب. يعتبر هذا الهدف الذي سجله خالد باث للدفاع الحسني الجديد. أيوب يسدد، كانت تسديدة رائعة. أيوب الخياطي ينجح في التصدي. خالد بابا لم يكتفي بحذف التمرير، كرة في منطقة الجزاء. الحكم يعلن عن خطأ، حكم الساحة سليمان العاطفي. نسق المقابلة، بات سريعا، كرة في منطقة الجزاء، التدخل من مروان هدهودي. تألق بشكل كبير في مقابلة المريخ السوداني، مقابلة الإياب. العرضية قادمة من عمر إيمانويل كباتاي، الكرة تصطدم بلاعب الجيش الملكي، خرجت. عمر الهنودي، ينطلق الهنودي، التصدي كان من أيوب لكن كان متسللا عمر الهنودي. المراوغة، كرة في منطقة الجزاء، التحضير، إمكانية التصويب، الكرة تصل سهلة بين يدي حارس المرمى أحمد مروان بيساك. تغيير جديد.